السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النتاية دي تهجين بور متلقحة من بور أصلي، معروضة معانا البيع عاملة 6000 جنيه، وزي ما احنا شايفين معانا بتتلقح من التيس البور الأصلي. التليفون معانا والتواصل في أي وقت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. جينا فيديو جديد من قناه طيور احمد بدوي. زي ما عودناكم هنرد على سؤال النهارده جالنا في التعليق، وهو سؤال مميز وان شاء الله الناس كلها هتستفاد بالسؤال ده باذن الرحمن. بس قبل ما ابدا احب افكر الناس اللي بتتابعني اول مره تدوس اشتراك للقناه وتفعل زر الجرس، وما تنساش تصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه وازكى السلام. السؤال بيقول يا عم احمد، ازاي اعرف النتايه اتلقحت ولا لا؟ مش عشر ولا لا؟ السؤال واضح، اعرف اذا كانت اتلقحت ولا لا. طيب اول حاجه لما النتايه بتلقح معانا، طبعا لو انا في الشغل، لو انا مسافر، لو انا مش موجود والتيس موجود مع النوت، حلو الكلام، انا عايز اعرف التيس لقحها ولا لا. هقول لك انا ازاي دلوقتي بحاجات بسيطه كده وفي السريع. اول حاجه معانا بص، ديل النتايه بيبان هنا مع ديل النتايه، بمعنى ديل النتايه بيبقى شايف الشراشيب دي نضيفه ازاي؟ طول ما الشراشيب دي نضيفه كده، حلو الكلام كده. انا دلوقتي هجيب لك واحده ملقحه قريب عشان نعرف ازاي اذا كان ملقحه ولا لا. طول ما الديل بتاعها نضيف يبقى كده ما خرجش منها سائل منوي ولا السائل بتاع الذكر، يبقى بمعنى صح ما قربلهاش وملقحاها. هي بديلها ده تفضل تمسح نفسها، فالسائل المنوي بتاع الذكر او بتاعها فهنا بيبان في قلب ديل النتايه. تمام كده الديل نضيف اهو. نجيب واحده ديلها مثلا زي كده، بص كده معايا زي دي. لما بتلقح الديل بيبقى عامل كده، بيبقى فيه الحاجات دي، ده السائل المنوي بتاع النتايه او الجدي. فمن هنا هي بتفضل تمسح نفسها، فانت اول ما تيجي تلاقي ده كله مليان سائل كده او متعفر كده او متوسخ كده، تعرف ان هي النتايه دي كانت متلقحه من قيمه يومين او قريب. طول ما ديلها نضيف يبقى كده النتايه ما لقحتش معاك. يعني هديك باب مثال عشان اقرب عليك المسافه كلها. انت دلوقتي جبت عندي النتايه تلقح عندي، الديل بتاعها طبعا بالطبيعي بيبقى نضيف، فانا قلت لك لقحت. انت عايز تعرف منين اذا كانت لقحت او ما لقحتش؟ بتبص على الديل بتاعها، الشعر ده مليان سائل منوي وناشف كده تمام ومتوسخ، يبقى هنا كده لقحت. طيب الشعر بتاع ديلها لسه جديد وما فيهوش اي مشاكل وما تضافش عليه اي حاجه، يبقى هي كده ما اتلقحتش والجدي ما قربش اصلا منها خالص. يبقى احنا كده عرفنا اذا كان النتايه لقحت بنعرف ازاي، او ما لقحتش بنعرف ازاي. ده كان السؤال بتاع الفيديو بتاعنا. مش هقول لحضرتك لو عجبك الفيديو دوس لايك، لو اول مره بتتابعنا دوس اشتراك للقناه وفعل زر الجرس، هيوصلك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.